السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هوريكم طريقة عمل العيش في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. طبعا ده من اخر الفيديو انا جايبه لكم علشان افتح نفسكم ان انتوا تكملوا الفيديو معايا وتتفرجوا عليه. ده طبعا انا جبت كيلو دقيق اللي هو جميع الاغراض. النوع ده كويس جدا، انا بستعمله باستمرار. طبعا اهم حاجة ان احنا ننخله في البداية، طبعا علشان يطلع معانا العيش منفوخ وخفيف. ممكن حد حابب بقى يعمل العيش بالدقيق البلدي، يشتري الدقيق من الفرن مفيش مشكلة، او عند العطار. انا هعمله لكم طبعا بالدقيق بتاع العيش اللي هو الشامي او الابيض. ندخل طبعا كيلو الدقيق كله. العيش في البيت طبعا موفر احسن من بره، وفي اي وقت ما عندناش عيش هنقوم نعمل. طبعا جربوا في البداية ان شاء الله نص كيلو دقيق او كوبايتين. انا كده طبعا خلصت خلاص النخل الدقيق. هضيف عليه معلقة صغيرة من الملح واقلبها كويس. معلقة الملح طبعا دي بتدي للعيش بيبقى ليه طعم حلو كده. دلوقتي طبعا احنا هنختبر الخميرة. جبت مية دافية، هنحط ان صباعنا لما نحط فيها يتحمل المية ما تبقاش سخنة عشان الخميرة ما تبص معانا. كده فضيت كيس الخميرة ومعلقة سكر صغيرة. هنقلبها كويس واسيبها شوية حوالي 3 دقايق كده في مكان دافي عشان اختبر الخميرة. لو انا مش متأكدة من الخميرة بتاعتي لازم اعمل الطريقة دي. بصوا طالما فارت كده طبعا الخميرة جميلة كده معانا وكده شغالة كويس. ضفتها فوق الدقيق. انا محضرة طبعا مية برضو دافية عشان في الجو البرد اللي احنا فيه، عشان العجين يخمر بسرعة ما ياخدش وقت طويل معانا. هو تقريبا هياخد نص ساعة. دي مية دافية طبعا اهوت. بحط شوية بشوية على الدقيق. ما اضيفش المية مرة واحدة لان الدقيق فيه انواع كتيرة موجودة في السوق، بيختلف طبعا من نوع للتاني. فاحنا ما نضيفش، يعني مش هقول لكم انا حطيت مية قد ايه، هو بالتقريب كده حوالي كوبايتين. واحسن حاجة طبعا واحنا بنعجن نضيف شوية بشوية. كل ما نلاقي العجين محتاج مية نزود بالراحة. بصوا انا بضيف ازاي لحد العجين كله ما يتشرب كمية المية اللي انا عايزة احطها واوصل للقوام اللي انا حباه. طبعا احنا هنعجن فيه وقت كويس كده، هياخد وقت معانا شوية في العجن علشان في الاخر لما نخبزه يدينا نتيجة كويسة. اللي عنده عجان هيسهل عليه يعجن فيه. انا بحب اعمل بايديا. بصوا دي اكني حاجة اسمها بلت العجين. عشان اخد راحتي بقى شلته وحطيته على الرخامة، فضلت ادلك فيه كده حوالي 5 دقايق لحد العجينة ما تنعم معانا. طبعا احنا مش عايزين عجينة ناشفة علشان تدينا نتيجة كويسة في العيش. بصوا بدعك فيه ازاي حوالي 5 دقايق كده تقريبا او 10 دقايق. كل التلزيق اللي انتوا شايفينه ده هيروح لحد ما يكون معانا عجينة ناعمة. هنا مش هياخد مجهود كبير مننا ولا حاجة. كده انا قربت اخلص خلاص. بصوا بدأت تتكور معايا والعجينة نعمت ازاي. بصوا لونها بقى فاتح كده. خلاص كده تمام. حطها في الطبق بقى. هغطيها بكيس بلاستيك كده. هغطي طبعا بعد الكيس البلاستيك بفوطة او بحاجة نظيفة واحطه في مكان دافي لمدة نص ساعة. كده اخد نص ساعة معايا زي ما انتوا شايفين. خمر كويس جدا اهو. ممكن عشان التلزيقة اللي انتوا شايفينها دي ندهن الوش طبقة خفيفة جدا من الزيت قبل ما نغطي.
كده دهنت ايدي بشوية زيت صغيرين عشان ما تلزقش فيها العجينة وانا بقطعه. بصي خمرانة كويس والعجينة ناعمة ازاي معانا. انا بلمها كده من الطبق. طبعا دي ردة او نخالة موجودة عند العطار، هقطع العجين واحط عليها. دي بتكون افضل من الدقيق عشان الدقيق بيتحرق معانا لما نخبز في الطاسة. اي طبق كده نفرد عليه الردة. بصوا العجين بكوره كور متساوية كده بالتقريب، يعني كل واحد طبعا يعمل حجم الرغيف زي ما هو حابب، ممكن صغير ممكن كبير، انا بعمله على قد الطاسة بتاعتي. لو حد عنده فرن بيشتغل من فوق ومن تحت ممكن يخبز فيه ويخلص الكمية دي أسرع، بس أنا دلوقتي بقى هعمل في الطاسة على البوتاجاز من فوق. بالنسبة للناس اللي هي ما عندهاش فرن بسهل عليكم، وفعلا كمان يعني مش بياخد معايا وقت خالص. بصوا طريقة التقطيع سهلة ما فيهاش أي مشكلة. يعني طبعا مش هنجيب ميزان ونقعد نوزن بحيث الأرغفة تطلع متساوية، لا مش هنعمل الكلام ده، بالتقريب كده نقطع العيش. كده انا عملت الكمية دي، والكمية الباقية هقطعها في طبق تاني. وعملوا معايا حوالي كيلو دقيق، عمل حوالي 22 رغيف بالحجم اللي انتوا شايفينه. غطيت عليه وسبتهم حوالي 10 دقايق على بال ما جهزت الطاسة على البوتاجاز. دلوقتي هفرد كده رشة من الرد على الرخامة، واحطه في الوش كمان شوية صغيرين عشان ما يلزقش معايا وانا ببططه كده. بصوا خمران كويس فبيتبطط بسهولة معانا. جبت الفرادة وهفرده، يعني ايه ما نبقاش نتك عليه جامد واحنا بنفرد، علشان ايه واحنا بنخبز يرتفع معانا كويس. نفرد من جميع الاتجاهات عشان يبقى السمك بتاعه متساوي. طبعا الردة دي بتديله قيمة غذائية كويسة جدا، لان احنا مستخدمين دي ابيض وبتديله طعم حلو قوي. بصوا السمك بتاعه دلوقتي هوريهولكوا حوالي سنتي، اللي حابب يفرده اكتر من كده يفرد كده تمام. بصوا العيش زي ما انتم شايفين كده. انا مجهزه الطاسه سخنه على نار متوسطه على البوتاجاز، هوريكم اهو. احط اول رغيف واوريكم هيرتفع معانا ازاي بسهوله، مش هياخد وقت نهائي. بصوا اول ما يعمل البقاليل الصغيره اللي انتم شايفينها دي بينفخ شويه شويه ازاي. شويه كده لما ينفخ معانا وياخد وش يحمر من تحت هنقلبه على الوش التاني. بصوا ما شاء الله بيرتفع معانا ازاي، دليل على انه خمران كويس والخميره حلوه وشغاله معانا. طبعا بحب اعمل العيش في البيت، بيدي كده خلي ريحه البيت جميله وبيبقى بركه فعلا في البيت والله. بصوا قلبته على الوش التاني عشان اديله وش يبقى محمر كده وحلو. بصوا طلع معانا عامل ازاي، مش لازق في بعضه ولا اي حاجه. اوريكم طبعا كمان رغيف كمان عشان تشوفوا بعمله ازاي. نفرد كده من فوق ومن تحت الرده، مش هنلاقيه يلزق معانا خالص. بصوا الحجم ده بتاعه كويس جدا كده تمام. طبعا كمية العيش بقول لكم انا عملت حوالي 22 رغيف من كيلو الدقيق، اخدوا معايا حوالي نص ساعة، خبزتهم في نص ساعة. كل الارغفة ما شاء الله ارتفعت معانا.
شاء الله فيديو تاني هبقى اعمل لكم طريقة العيش برضو، بس هنستخدم دقيق بلدي للي حابب يعني. بصوا كده بقى اللون بتاعه حلو من تحت. هنقلب على الوش التاني. هخلص بقى الكمية كلها وهوريها لكم في الاخر. كده انا خلصت. بصوا العيش ما شاء الله حاجة كده جميلة وريحته وطعمه تحفة. دلوقتي طبعا انا هوريكم هو من جوه ازاي ان احنا نقدر نعمله سندوتشات مش ملزق في بعض ولا اي حاجة، طبقتين وبيتفتح كويس. هوريهولكم دلوقتي. بصوا انا هقصه بالمقص كده اوريهولكم. بصوا ما شاء الله يعني نقدر نحشيه اي حاجة، نستخدمه في السندوتشات للاولاد في المدرسة، احنا نحشيه باي حاجة عندنا. ان شاء الله تعملوه بطريقتي وتجربوه. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك او سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بعمله. وبالهنا والشفا، مع السلامة.